غربي اسمه سيلفستر شولر بيقول إن المصريين كان طبيعي يقفوا مع المسلمين بسبب ظلم وفساد الإدارة الرومانية. عشان كده كان من الطبيعي إن المصريين يتعاونوا مع المسلمين الفاتحين عشان يتخلصوا من طغيان الروم واستبدادهم. بيروي المؤرخ واقعة بيأكد فيها كلامه إنه بعد فتح اسكندرية سمع رهبان وادي النطرون بأمر الفتح الإسلامي، فتحرك 70,000 عشان يقابلوا سيدنا عمرو بن العاص، وطلبوا منه إنه يمنحهم الحرية الدينية ويؤمر بعودة البطرك بتاع الكنيسة بتاعهم اللي كان منفي. فوافق سيدنا عمرو بن العاص وسمح لهم بإقامة كنائس ومعابد في مدينة الفسطاط الإسلامية الجديدة، وده كان قبل بناء مسجد عمرو بن العاص. سنة 22 هجريا بعد ما تم فتح اسكندرية بعت سيدنا عمرو بن العاص يستأذن الخليفة عمر بن الخطاب في فتح صعيد مصر. وهنا هنلاحظ ان سيدنا عمرو بن العاص كان بيستأذن في كل خطوة، يعني مش انا قائد بقى وليه حر التصرف، يعني يستأذن في دخوله لمصر، وبعد كده يستأذن بعد كده اسكندرية، النهاردة هيستأذن في الحلقة دي عشان يفتح الصعيد. فبعت الخليفة عمر بن الخطاب رسالة لعمرو بن العاص بتقول: إذا أردت فتح الصعيد فعليك بالبهنسة وإهنسيا، فهناك بطرك ظالم يسفك الدماء وهما من أهم معاقل الروم، فإن سقطتا سقط الروم جميعا ولن تقوم لهما قائمة. كانت مدينة البهنسة في الوقت ده فيها حامية رومانية. مصر ما كانش ليها جيش، مصر كانت عبارة عن حامية رومانية بيحرسوها جنود رومان. كتير من المصريين زار المدينة المنورة ودخل مقابر البقيع وأرى الفتح على أرواح الصحابة، واتمنى أكيد لو يدفن في هذه الأرض الطيبة المباركة. لكن قليل مننا جدا اللي يعرفوا إن مصر فيها بقيع تاني، فيها بقيع مدفون فيه أكتر من 5000 من الصحابة والتابعين. كان منهم صحابة شهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم غزوة بدر، ومنهم صحابة نزل فيهم قرآن بنقراه ليوم الدين. النهاردة معادنا مع زيارة لمدينة البهنسة، وهي مدينة مشهورة بأنها مدينة الشهداء، وهي في محافظة المنيا في صعيد مصر.